تبون في الارض، وتحيا الوطن. تحيا عمي تبون، تحيا عمي تبون خوتنا. يعني يموت واقف وتبون مازالوا واقف على لاشيري. وتحيا عمي تبون. هاد العلم هذا ماتوا عليه الشهداء، وعمي تبون مازالوا واقف عليه. راك تسمع ولا ماك تسمع؟ واللي ما يفوتش عمي تبون ما يعرف صلاحو، ما دار والو. وشوفوا هاد الهكاوي شنو داير. هانت شوفوا على حاله حيدتي شرطه وفرجها وركع قدام الصوره ديال الرئيس ديالهم. شوفوا على حاله كي دايره، وتيعيبوا علينا وتيقولوا لنا تنقولوا لسيدنا الله ينصرو عاش الملك وكنبوسوا له يده. هذاك الاب الروحي ديالنا، والركوع لغير الله ما دل. استغفر الله واتوب اليه. مثلا رأفت الهجان مسلسل جزائري تقدم في نهاية الثمانينات، خدمته المخابرات الجزائري من أجل التعريف بجاسوس الجزائريين. قدر يخترق الموساد وقدر يدخل لتل أبيب اللي هو رأفت الهجان كما هو معروف، ولو أنه الرواية الرسمية تتكلم على شخص اسمه رفعت الجمال. رفعت الجمال، رأفت الهجان. المهم القصة الآن يعرف. هذا خطرني ضحكني قتلني بالضحك. ويلي ترى فاك الجن قال لك الجزائري يلا، وهذاك المسلسل الجزائري ناريه ناريه ناري. خليتو المغرب ومشيتو تا لمصر. ماشي معقول. هاد بونيف هذا بوكذوب. هذا الجيش الششائري علق وخلى البلاصه خاويه قدام الجيش الليبي. قال لك هذا هو الجيش اللي غادي يحرر فلسطين. نخليكم تشوفوا واحد المقتطف صغير ونعاود نرجعوا. الجيش الجزائري هرب من امام الجيش الليبي وترك الحدود الجزائريه مفتوحه. هذا هو الجيش الذي سيحرر فلسطين. يا ودي هز سروالو علق، هز حويجاتو وسبيبيطو علق وخلى الساحه فارغه. السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحتكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده. فيديو جديد اجي نشوفوا هذاك القمه ديال التيكاد، هذيك الجمهوريه الوهميه. هذاك السيد اللي دخل بالتسلل تحصلوا السيكوريتي، قال ليه انت منين؟ قال انت من اهل العروسه ولا من اهل العريس؟ اش كدير انت مدعو؟ قال لي لا سيدي انا نجي غنتعشى ونمشي. نخليكم تشوفوا الفيديو ديالو ونعاودوا نرجعوا، ولكن ما تنساوش اختكم منى من لايك كومونتيرات الزوينين ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بسم الله. Which country you are? What is? Oh no. Can you give me a statement? Are you invited today to the meeting? We'll talk later. Now it's okay. No, later. Right. نخليكم تسمعوا الصريحات ديال عمي عبد المجيد الجديده ونعاودوا نرجعوا. وحنا نتخلى على الصحراء الغربيه. يعني إذا كان تخلينا على الصحراء الغربية وعلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معناه رانا خرجنا من جلدنا. قضية فلسطين أولوية الأولويات. قضية الصحراء الغربية ما نتخلاش عليها حتى لتقرير المصير. اللي يبغي حسابات يحسب حساباته وحده، واللي يبغي يزور التاريخ يتفضلوا. الدولة الصحراوية ستقوم إن شاء الله. ايوا عمي عبد المجيد، واش يدخل الصحراء الغربية الصحراء المغربية؟ واش يدخل ليها وتشوف شنو غيطرى لك يا سيدي عبد المجيد؟ قال لك ما يتخلاش على الصحراء الغربية وعلى فلسطين. واباز والجيش ديالو هرب من الحدود الليبيه، هز حويجاتو وسريويلو وصبيبيطو. خليكم تكملوا الفيديو ونعاودوا نرجعوا. اول مره طرحنا القضيه الفلسطينيه
باش فلسطين تكون عضو كامل في الأمم المتحدة. ووصلناهم وقنعنا أغلب الدول تاع العالم، وصلناهم الانتخاب في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة، وصلنا إلى 144 دولة معترفة بدولة فلسطين. نزيد إن شاء الله نواصل النضال تاعنا حتى تصبح دولة عضو كامل الحقوق تاعها في الأمم المتحدة. نزيد نواصل كل المجهودات باش اللي راهم سبب في الإبادة كما سمعتوا بالو مع فلسطين ومع الصحراء المغربيه، وقال غيحرر الصحراء المغربيه، الا ما حررهاش بحال حيدوا ليه الجلد ديالو. وهانتوما كتشوفوا شوفوا بلادو كي دايره، شوفوا بلادو على حاله فيها ثمن الدجاج ولاو شادين عليه الصف. يلا ايوا انتخبوه ماشي مشكل، انتخبوه. 5 سنين ديال الجوع والفقر والعطش ماشي مشكل، دايزه 5 سنين ودايزه. الله يعاونكم. هاد دولة هوكستان راه كلهم هبل. يا بلادي يا بلادي نحبك بصح من بعيد ما نعيش تما. نو يا بلادي شوف كل ببلادك، شوف الصفوف، شوف الصف والصف على الدجاج. يلا وشوفوا دابا وعلى حاله العهده الثانيه طفرتي لهم في العهده الاولى، وتا هما كي غاديين كيلهبل باغينو تا هو يبقى ليهم في العهده الثانيه. 5 سنين ديال الجوع والعطش، باغيين يزيدوا عاوتاني 5 سنين ديال هاد الحاله اللي هما فيها. باش تعرفوا هبل من الرئيس ديالهم كلهم هبل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مع هاد الناس. ودابا غنبارطاجي معكم الخبر ديال اليوم. بوصفت ليس مرشحا حرا، شعار الحمله الانتخابيه يفضح العسكر الجزائر. قال عبد الله بوصف خبير في علوم الانسانيه ان النظام العسكري الجزائري رفع من وتيره الحمله الانتخابيه الفارغه مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، واختار لها من العناوين من اجل الجزائر المنتصره، لافتا الى ان الانتخابات الرئاسيه بالجزائر حسم العسكر الفائز فيها منذ إعلان عن تاريخ مبكر لإجرائها وبدون تكليف جهاز العسكر بتبرير أو بيان أسباب تعجيل الانتخاب. وأضاف بوصف في مقال توصلت به هسبريس معنونا به تبول ليس مرشحا حرا لكن مرشح العسكر، أن العالم تعود على شعارات انتخابية بحملات رمزية وسياسية قوية كماكرون معكم أو مارلين لوبان امرأة الدولة أو ميليشلون عالم آخر ممكن، أو شعارات إسبانيا التي نريد. أما بوتين فضل يردد أن أثناء حملته الرئاسية أن الشعب روسيا هو عائلة واحدة كبيرة، مشيرا إلى أن كل هذه الشعارات السياسية واعدة بالمستقبل. خوتي اللي كيهموا الأمر يدخل موقع هسبريس ويقرا الخبر بالكامل. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، ما نطولش عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. ما تنساوش اختكم منى من اللايكات ديالكم والكومونتيرات وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.